ليه انا قررت اعمل كونتنت، وليه اي حد ممكن يفكر يعمل كونتنت. الاسباب دي تخصني انا بشكل شخصي، او هي احتياجات كانت عندي انا، بس انا متخيل ان ممكن اللي بيتفرج عليها يكون عنده نفس الاحتياجات وعنده نفس الاسباب، ومع الوقت يحس ان هو كمان محتاج يصور فيديوهات ويعمل كونتنت بنفس الشكل. مش لازم نفس الكونتنت، بس يعمل كونتنت عامه. فهقول اسبابي وليه انا حسيت ان انا محتاج اعمل كونتنت في الوقت الحالي. اول سبب، يعني هو كان من احلامي زمان ان انا اكون مذيع راديو، بس مش ده اللي هحطه اول سبب. اول سبب هقوله هنا هو شكل حياتي مؤخرا بدات احس ان الحياه هي ايام عماله تتكرر شبه بعضها جدا، ومخي ما بقاش قادر على التمييز ما بينها وبين بعضها. يعني ما بقتش اقدر اريكول هو اللي حصل ده كان حصل الثلاث اللي فات ولا من 3 اسابيع. وده مش الزهايمر، لان انا شخص بعتقد ان ذاكرتي كويسه، بس هي الايام بقت شبه بعضها، ما بقاش فيها حاجه مميزه تلفت انتباه المخ، لان في حاجه هنا مختلفه بتحصل. كانه كمان الزراير بتاعه المشاعر معطله، كانك قافل زرار المشاعر وبتقضي اليوم عادي، بتقضي اليوم على الاوتو بايلوت او على المود الالي، اللي هو انت مفيش حاجه بتستدعي انك تقف وتركز. هو اللي بيحصل ان الايام شبه بعضها وانت بتتصرف بما اعتدته. زي السواقه مثلا، وانت بتسوق ممكن تبقى انت مش بتعمل كل حاجه بتقول انا هعمل دلوقتي، انا هدوس دلوقتي فرامل، انا هدوس دلوقتي دوسه بنزين زياده، انا هبدل الغيار لو بتسوق عربيه مانيوال. بتعمل الحاجات دي بشكل تلقائي. فبقيت احس ان احنا بنعيش بالشكل التلقائي ده. بقيت احس ان انا بصحى اروح الشغل، ارجع من الشغل الوقت يعدي بسرعه قوي، انام اصحى اروح الشغل، مش قادر اميز ما بين الحاجات وبعضها. حاسس ان مخي مسحوب طول الوقت، مسحوب جوه حاجه، مسحوب مش حاضر، مش بريزنت. مخي بمشاعري بكل الحاجات، كأن الجسم هو اللي بيتحرك من مكان لمكان. ولما قعدت اركز اكتر، هو ليه ده بيحصل؟ ليه الاحساس الدائم ان مخنا مسحوب جوه حاجه ده بيروح فين؟ بيبقى ايه اللي حاصل تحديدا يخلي المخ حاسس ان هو مش جراوندد، مش ثابت في مكانه ومش واعي باللي حواليه؟ المشكله كانت لما ركزت هو اليوم بيبتدي ازاي. لقيت اليوم بيبتدي الصبح بدري جدا. اول حاجه بعملها ان انا بمسك الموبايل وابتدي اشوف نوتيفيكيشنز من كل حته. ممكن ابص بدري جدا زياده عن اللزوم، افتح الايميل، ممكن افتح انستجرام، تيك توك، اتفرج على كام حاجه بسرعه وانا بلبس. ابتدي اشوف مسجز من كل مكان، من جروب صحابي وجروب البيت وحياتي فيها ايه، وكل اللي بعت لي رساله. ابتدي مخي يدخل جوه دوامات من المعلومات المختلفه بحاجات كتير قوي. ولو طالب بقى اوردر وبتفولو اب عليه، لو هتعمل اوردر اصلا الصبح بدري جدا، لو هتعمل اوردر عشان يوصل على مكان الشغل في الوقت اللي توصل فيه، بعدين تنزل تتحرك تدخل جوه الشغل، مخك يبقى فيلد بالمعلومات بلا توقف. حصل كذا وكذا وكذا، وخد القرارات دي واعمل كذا، ويدخل له كم كبير جدا من المعلومات، وهو ما اخدش 5 دقايق يتنفس، ما اخدش بريك. مخ عمال بشكل كده بلا توقف عمال يتحط جواه حاجات، وبيفضل نكمل بهذا النمط. يعني بعد ما تخلص شغل بتعمل ايه؟ تمسك الموبايل، تمسك الموبايل قبل ما تروح، تمسك الموبايل في الطريق، تمسك الموبايل اول ما توصل، تاكل، وانت عمال تفل مخك بحاجات طول الوقت، عمال تفل بحاجات. فبقيت حاسس ان اللي بيحصل ده اكبر من استيعاب المخ. هو مفيش وقت يبروسس، هو عمال يتحط جواه معلومات، فكأنه في حالة تفكير دائمة او في حالة تخزين دائمة، بس عمره ما بيقف يفلتر. مفيش البوز اللي بتعرفك هو ايه اللي حصل، هو ايه المعلومات اللي دخلت لي دي، وايه رأيي فيها. تبتدي تشوف ايه منها كان صح وايه منها كلام فارغ، هو ايه المشاعر اللي حسيت بيها. تبتدي تشوف ايه منها كان فاليد وايه منها شعور ملوش ما يبرره او ملوش اساس من الصحة. ما بنقفش، مفيش البوز. حسيت ان انا محتاج حاجة تجبر مخي يبوز، حاجة تحطني او تدي المخ بريك. وفكرت ان الحياة يعني ما بقيناش قادرين نميزها، وما بقيناش قادرين نميز الايام من بعضها، بسبب ان انت عمال تفل الحاجات كده، وبسبب انك مش بتعيشها بالشكل اللي المخ بيعرف يميز بيه الحياة. يعني المخ ما بيميزش الحياة بالشكل ده عشان هو بيميز لو اديت له حياة تانية، حياة تانية شكلها مختلف، لو اديت له تجارب جديدة يقف عندها ويكتشف، ساعتها المخ هيميز الحياة، هيدركها، هتبقى عايشها فعلا مش بتمررها. فالمخ بيقف عند التجارب الجديدة، بيقف عند الحاجات اللي بيعملها بنفسه، بيقف عند
التجارب اللي تستدعي حضوره. انما لو كل اللي بيحصل هو المعتاد والروتيني، بتلاقي مخك بيعتاد فبيتصرف بما اعتاد من غير ما يقف يفكر. عامل زي ما حد يسألك مثلا صباح الخير عامل ايه، هو صباح الخير عامل ايه انت هتجاوب على طول من غير ما تفكر. فلو سألك سؤال مختلف هتقف. طيب لو شفت حاجة جديدة هتقف. طب لو انت اللي قضيت وقت بتكرييت فيه something، بتعمل حاجة بإيديك أو بترسم حاجة أو بتكتب سكريبت أو بتصور حاجة أو بتحكي حاجة بنفسك، أكيد مخك هيبقى present وهيبقى حاضر أكتر وهيبقى واعي باللي بيحصل حواليه. ما كنتش عايز أبقى الشخص اللي طول اليوم بيتلقى كم هائل من المعلومات والبيانات من أول ما بيصحى لحد ما بينام، عمال مخه يبقى فيلد أو يتملي بمعلومات وكم هائل من الحاجات دي من غير ما يفرزها ويفلترها ويقول رأيه فيها أو ياخد منها ويخرجه براه. انا كنت حاسس تجاه الكونتنت ان عند لحظه معينه هياخد من الزحمه اللي عندي ويخرجها، وان كل حاجه بنقف عندها ونفكر فيها ونطلع منها بمعلومه او نطلع منها بستراكتشر كلام هيتقال، بترتاح منها بشكل ما، بتتخلص منها جزئيا. مثلا فكره انا ليه بعمل كونتنت، اكيد هي كانت موجوده جوه دماغي كسؤال، وانا اللحظه اللي هقف فيها واجاوبه هبقى بتخلص فيها من السؤال، فبكلير ماي مايند او بفضي سبيس شويه، بسيب مساحه لحاجات تانية، لاسئله تانية ولدوشه تانية، او بروق المساحه دي. المساحه بتاعت السؤال بتاع ليه انت بتعمل كونتنت جوه مخك كانت مليانه باسئله، فانا وقفت عندها واي فلترد المساحه دي. وان creating content is the space اللي انا شايفها اللي بتخليني اقف واوقف مخي عشان يفلتر ويركز ويخلق حاجه او يبني فكره، ويقعد يركز وهو بيصور ويركز وهو بيعمل سيت اب ويركز وهو بيعمل اديتنج، وابقى بكرييت حاجه وبكونسيوم وقت انا مش باخد فيه معلومات جديده، بالعكس انا برتب فيه فكره جوايا وبهندسها وبطلعها من دماغي فبرتاح منها. ده اول سبب. السبب التاني ليه علاقه بالاحلام المؤجله اللي ما بناخدش فيها خطوه. انا كان عندي حلم قديم جدا من وانا يمكن طفل، ان انا نفسي اكون مذيع راديو. نفسي اكون مذيع راديو عنده برنامج في حلقه في الاسبوع او 2 بيدخل فيهم بالليل يتكلم فيهم في موضوع من الموضوعات. ما كنتش بتخيل ان انا هبقى داخل اقول للناس معلومه، كنت بتخيل ان انا هبقى داخل عندي سؤال عن الحياه، السؤال ده بساله وبشارك فيه المستمعين الاجابات. حلم محدد وقوي جدا، يعني انا كنت في مرحله من حياتي هدخل كليه اعلام عشان احقق الحلم ده، بس ما دخلتش كليه اعلام وما اخدتش اي خطوه تجاه الحلم ده. ولا مره رحت قدمت في اذاعه مثلا، ولا مره رحت راديو اونلاين وحاولت ادخل معاهم ببرنامج. ممكن مثلا مره او مرتين زمان من 10 سنين او حاجه عملت حلقه اونلاين او حاجه كده، كان لايف اوديو على فيسبوك، مش فاكر، حاجه من زمان قوي يعني. عملتها مره مرتين ومسحتها كمان، بس عمري ما اخدت خطوه تجاه الموضوع ده. ليه؟ مش عارف. نوع من التسويف والتأجيل، اللي هو انت عندك حلم بس ما بتاخدش تجاهه اي خطوة، او عندك حاجة عارف انها هتبسطك بس انت ما بتروحش تعملها. عندك حاجة عارف انك هتقضي بسببها وقت حلو، عارف انك هتحاول فيها فهتبقى مبسوط ومستمتع بس ما بتعملهاش. وكتير بمسك نفسي بعمل نفس الحركة في الحياة، يبقى عندي حاجة عارف اني هتبسط بيها او عارف اني هحبها بس ما اعملهاش، ما احطهاش انتو اكشن، افضل راكنها كده في مقبره السيفد بوستس او في الحاجات المؤجله كده، اللي هو ويتنج ليست لبكره. لبكره ايه؟ ويتنج ليست للسنه الجايه، لسنين جايه. والله يعني حلم الاذاعه ده من زمان من وانا صغير وما عملتش فيه اي خطوه. فكان عندي رغبه ان انا كفايه بقى، كفايه انتظار. هتعملها امتى؟ يعني استنى لما تكون عندك 60 سنه عشان تبتدي تعمل كونتنت؟ ما تحط الموضوع، يعني عندك فكره ابتدي اتكلم فيها. فده كان السبب التاني، ان انا عايز اكسر او اوقف دايره التاجيل اللي هي اخذت اكتر من 10 سنين في حاجه بسيطه جدا، ان انت عايز تعمل كونتنت. سميه بقى بودكاست، سميه برنامج اذاعي، سميه ايا كان. انت عايز يبقى عندك مساحه بتقف تتكلم فيها مع الناس وبتشاركهم فكره جوه دماغك، فهتاجلها لحد امتى؟ ده كان السبب التاني. السبب التالت ليه علاقه بحاجه بتحصل معايا، بتحصل مع كل الناس، وهي انك تسمع حاجه من حد لاول مره وتحس انه ايه ده، انا عمري ما فكرت فيها كده. تحس ان الشخص ده عرضها لك بطريقه
كليكد معاك، ورغم انك سمعت نفس المحتوى ده قبل كده من ناس تانية كتير، بس عمرك ما اقتنعت بيه ولا عمرك نفذته. مثلا غير لك فكرة عن نفسك او عن الحياة او عن اللي تقدر تعمله، وتلاقي نفسك انه انا دلوقتي هتصرف تصرفات مختلفة. فكرة ان حد بسبب الطريقة اللي قال بيها الحاجات ينسباير يو انك تعمل حاجة مختلفة، يلهمك انك تغير شيء وتعيش بشكل احسن بعد ما غيرت الفكرة دي. اللي بيفرق لي في النقطة دي ان لما ده بيحصل طبعا ببقى مبسوط وممتن للشخص اللي عرض لي الفكرة، وخصوصا لما بيبقى فيه بنفتس حقيقية من التغيير ده، فحد خلاني اشوف ان انا اقدر اعمل حاجة ما كنتش شايف ان اقدر اعملها، ببقى مبسوط وبحسس انه اخيرا هقدر اعمل كده. بس بعيدا بقى عن الامتنان، انا ببقى واقف عند نقطة تانية. هو كام حاجة انا عشت عطلان فيها جدا، او عشت عطلان فيها لفترات طويلة بسبب اني معرفش، بسبب اني ما سمعتهاش، وكام حاجة ممكن تبقى عندي، وكام حاجة ممكن اقدر اقولها بنفس الشكل فتفرق مع حد. كام حاجة عندي او كام حاجة اعرفها واعرف حلها، كأن الحياة فيها الغاز كتير جدا وفي بعضهم انا عرفت حلهم. كام حاجة ممكن اشارك حلهم بطريقة معينة تكليك مع حد فتفرق في حياته. عايز اقف عند الافكار واشارك واسمع، اشارك اللي وصلت له بخصوصها، يمكن يفرق مع حد، ويمكن لما يتقال بطريقة معينة يكليك، واسمع من الناس او اقرا كومنتاتهم فاعرف هو ايه من التحديات اللي بقابلها دي هم لقوا له حل، فنتبادل الخبرات فنعيش حياه اسهل كلنا. كتير بيصعب عليا احساس انه هو ممكن حد يبقى انت عندك حل لمشكلته بس هو ما يعرفش عشان انت ما قلتلوش. فده السبب الثالث بالنسبه لي ليه انا عايز اعمل كونتنت. السبب الرابع ليه علاقه بالبرفكشنزم او الكماليه. انا مصاب بلعنه هي ان انا طول الوقت عايز اعمل الحاجات بافضل شكل ممكن. من وانا صغير كان نفسي مثلا في فتره كنت مهتم بالكتابه جدا، فطول الوقت عايز افضل سياق عشان اكتب فيه. طول الوقت اللي هو ايه، طب بص انا مش هينفع اكتب في البيت دلوقتي، انا هستنى لما اخرج وانزل اقعد في كافيه واشرب قهوه ويكون الجو هادي ولذيذ واعرف وقاعد لوحدي فاعرف اكتب. بعدين اروح الكافيه احس ان الدنيا دوشه شويه، طب انا بص هستنى لما ارجع البيت فيبقى الدنيا مهيئه ويبقى عندي بقى كل الحاجات وابقى واكل فيبقى الدنيا تمام. اقعد اجل لحد ما استنى اللحظه المناسبه، وافضل اجل لحد ما استنى ان كل الحاجات تطلع بشكل بيرفكت. نفس الحكايه تجاه التصوير، كنت بقول لنفسي يعني انت ما بتعرفش تصور، ما عندكش اضاءه، ما عندكش مايك، ما عندكش معلومه عن ايه البرنامج اللي هتعمل عليه اديتنج، وعايز تصور. فبقيت اجبر نفسي ان انا اعمل الحاجات بشكلها الحالي باللي عندي حاليا. ايه اول مشكله هقابلها؟ ان انا مش عارف اصور ازاي. طب والله همسك الموبايل وهحطه قدامي. ادخل اعمل حاجات وهي مش بيرفكت، اعمل حاجات وهي شكلها عره. يعني انا في فيديوهات الصوره فيها الوانها زي الزفت، الوانها بتتغير اصلا عشان انا ما كنتش عارف ان انا المفروض اثبت السيتنجز بتاعه التصوير، فكنت سايبها اوتو، وكان الموبايل كل ما الاضاءه تتغير يغير لي بقى ما بين اصفر وابيض طول الفيديو. صورت بمايك بشع. المهم ان انا في تجربه مع نفسي تقريبا بربيني فكره ان انا هعمل حاجات مش بيرفكت، هعمل حاجات مش كامله. وانا لاني بحاول اعمل حاجات بيرفكت ببقى مستني نتيجه بيرفكت، فانا مستني طول الوقت ان اول ما اعمل حاجه الناس كلها تشوفها، وطبعا ده ما بيحصلش. اصلا السيستم بتاع يوتيوب مش كده، او السيستم بتاع اي ابلكيشن مش كده. لا انت حد بيقدم محتوى فيه هوكات صاخبه، ولا انت عمال تغير لي زوايا التصوير كل 3 ثواني، فانت مش واخد السبكونشس، فبالتبعيه مش هاي فايرل. فانا بحط نفسي قدام التجربه بتاعت ان انت هتعمل حاجه هتتبني بوقت ومجهود ووقت كبير جدا. اعمل حاجات بالمتاح حاليا، ومع الوقت احاول اخليها بيرفكت. يعني المتاح حاليا ان انا اصور بالموبايل هصور بالموبايل، مع الوقت هشوف ازاي اظبط الاديتنج بشكل يخلي الصوره حلوه، مع الوقت هشوف ازاي اظبط الاضاءه بشكل يحسن كواليتي الفيديو، مع الوقت هتعلم حاجات في الاديتنج هتحسن جوده الفيديو. فانا السبب الرابع بيدور حوالين ان انا عايز اجبر نفسي اعمل حاجات مش بيرفكت وميك ات بيرفكت بس وهي بتحصل. فاكر سمعت حد بيقول ان الحاجات وهي بتتحرك توجيهها بيبقى اسهل، يعني بعكس وانت ثابت. لو انت ثابت في مكانك توجيهك من هنا لهنا صعب، انما لو انت اوريدي بتتحرك سهل تروح ناحيه الحاجه اللي انت عايزها. فانا عايز اتحرك. السبب الرابع ان انا اتحرك وان انا اجبر نفسي اتصرف بالمتاح حاليا.
فالسبب الرابع ان انا الزم نفسي بان انا اعمل الحاجات حتى لو هي مش بيرفكت. وبالمناسبة بما ان ده فيديو رقم 10 مثلا او عملت كام حلقة بالفعل، فحاجات بتتطور، حاجات بتتحسن بشكل كبير قوي. يعني انا في اول فيديو صورته انا مش عارف احط الكاميرا فين، دلوقتي مع الوقت انا عارف احط الكاميرا فين، عارف اكرييت سيت ابس مختلفة، عارف الاضاءة نفسها بتتحسن، المايك بقى احسن، بقيت اعرف السيتنجز بتاعت الصوت، المايك بقى احسن، مبقاش احسن لوحده، محمد اخويا جاب لي مايك، شكرا يا محمد. باقي الحاجات انت بتتطور فيها مع الوقت. كتابه السكريبت او الطريقه اللي بقول بيها الحاجات قدام الكاميرا، اكيد في فرق ما بين فيديو رقم 1 وفيديو رقم 10. في فرق، الحاجات بتتطور. فانك تعمل حاجات وهي مش بيرفكت ده اللي بيميك ات بيرفكت، وده السبب اللي بقوله لنفسي. السبب الخامس ويمكن هو شبه السبب اللي فات ولكن انا شايفه بطريقه مختلفه، ان انا بقى عندي قناعه ليها علاقه انه ايا كان اللي انت عايز تعمله في الدنيا فيو ستارت somewhere، وفي الغالب هتستارت من ليفل زيرو. وانه لو انت عايز يوما ما تبقى في ليفل متقدم، ليكن الحاجه دي من 24 ليفل وانت عايز تبقى في التوب 4 ليفلز، فانت محتاج تستارت من زيرو. وانك لو ما ابتديتش من زيرو فانت عمرك ما هتوصل لليفل 20 وليفل 24. فبحاول اقول لنفسي انه انا لازم اعمل فيديوهات دلوقتي، ولازم الفيديوهات دي يبقى شكلها مش احسن حاجه عشان اتعلم. لازم اخد فيديو ورا فيديو لحد ما مستواي في الفيديوز دي يزيد، لحد ما ابقى عارف اشرح احسن، لحد ما ابقى عارف اعبر عن فكرتي بشكل افضل، لحد ما ابقى عارف اقول الحاجات بطريقه تفضل تكيب يور اتنشن معايا، بطريقه توصل لك اسهل، بطريقه تكليك، لحد ما ابقى عارف اعمل اديتنج، لحد ما ابقى عارف ايه زاويه التصوير اللي شكلها مريح للعين اكتر، اخد فيدباك من الناس فبعدين اطور الحاجات مع الوقت. ده مش هيحصل، ومش هطلع من زيرو لليفل 24 من غير ما اعمل الفيديوز. فبقيت اقول لنفسي انه لو انت عايز توصل لحاجه يوما ما فانت محتاج تتدرب عليها، محتاج تبتدي من ليفل زيرو عشان توصل لليفل 24. السبب السادس اني مش عايز اعيش مع احتمال هو كان هيحصل ايه لو كنت بدأت. مش عايز يبقى فيه سؤال مش متجاوب عليه ويفضل يزعجني. وحسب ما انا فاهم ان الناس في نهاية حياتها ما بتندمش على الحاجات اللي عملتها قد ما بتندم على الحاجات اللي ما عملتهاش. فمش عايز اندم ان انا ما حاولتش، مش عايز يعدي وقت او يعدي وقت اكتر من اللي عدى ويفضل عندي سؤال هو كان ايه هيحصل لو كنت جربت اعمل برنامج، مش كان ممكن ينجح، مش كان ممكن مع الوقت ابقى قادر استضيف الناس اللي انا عايز استضيفها واقعد اسالهم عن الحاجات اللي انا عايز اسالهم عليها والموضوع ينتشر ونبقى انسباير ناس فعلا. مش عايز يفضل عندي سؤال يسبب غصه كده او يسبب نوع من الالم ان كان عندك فرصه وما اخدتهاش، او كان عندك مساحه انك تجرب وانت ما عملتش كده. مش عايز اعيش بالسؤال اللي مش متجاوب عليه ده. مش عايز اعيش بسؤال كان ممكن ايه اللي يحصل، مش كان ينفع، مش كان ممكن نجرب، مش كان ممكن نبقى احسن، مش كان ممكن ننجح. مش عايز اعيش بالسؤال ده، لا فيما يخص الكونتنت كرييشن او فيما يخص انه يبقى عندي برنامج او بودكاست مع الوقت، ولا فيما يخص اي حاجه في الحياه. مش عايز احرم نفسي من التجربه، وده سبب مهم ومحوري بالنسبه لي. السبب الاخير واللي حطيته في الاخر عشان هو الاكثر فعاليه والاكثر حضورا في ذهني في اخر 3-4 شهور من حياتي، هو زن الصديق الجدع السبورتيف. الصديق اللي بيشوف حاجه معينه انت عايز تعملها بس انت بتبروكراستينيت فيها، وخلينا نمشيها بتبروكراستينيت، ويقول لك ابتدي يلا، يزقك على انك تعمل حاجه ويقول لك يلا ابتدي. هو ايه اللي مستني الحاجات تبقى بيرفكت؟ هو ايه اللي مستني احسن اضاءه؟ ابتدي حالا يلا. ليه بيقول لك كده؟ عشان هو شايف ان دي حاجه انت عايز تعملها، وعشان هو شايف ان دي حاجه انت ممكن تعملها كويس فيزقك. وصديق السبورتيف ده في روايتي هو احمد نور الدين رحال. صاحبي ده بالمناسبه هو عنده برنامج اسمه لغه السين، بس هو مركز اكتر على تيك توك من يوتيوب. بس البرنامج ده يعني لو انت ما بتحبش الراب زيي، لو انت مش ما بتحبوش، يعني مش فان للراب، بالنسبه لك عالم انت مش فاهمه كويس قوي، فهو بالطريقه اللي بيتكلم بيها عن الراب وبالطريقه اللي بيحلل بيها الاغاني بيشرح لك الراب كويس قوي، وبيخليك تفهم ان الموضوع مش مساحه منغلقه على جمهورها وبس. هو بياخد الراب ويخرجه للحياه وبيتكلم بيه عن القضايا وبيحلله بطريقه بتخلي الراب احلى ومور انترستنج
يعني هو تحليل احمد للاغاني بالنسبه لي مور انترستنج عن الاغاني نفسها. وده مش تحيز صحاب، هو فعلا لما بشرح لك القصه اللي ورا الموضوع بتحس ان انت شايف الموضوع احسن، بتحس انك مبسوط ودلوقتي قادر تفهم الكلمات دي ليه اتقالت ويقصدوا بيها ايه الرابرز. ف شاوت اوت للغه السين مبدئيا. ولكن نرجع للزن. الزن بتاع الصديق ده خليني احس ان انا مقصر قدام حاجه انا عايز اعملها فعلا. وبالمناسبه ده احلى انواع الزن. يعني هو هنا بيزن عليا او بيبتدي يبعت لي الفيديوز بتاعت ابتدي، هو انت خايف تبقى كرنج؟ ما تبقى كرنج، ابتدي دلوقتي، هو انت خايف الناس هيفكروا فيك ايه؟ يا عم ما حدش هيفكر فيك ولا حاجه. الفيديوهات اللي من النوع ده مع بعض التعنيف هي ده دور الصديق. وده من احلى الادوار اللي ممكن حد يعملها تجاه صاحبه، انه يشجعه على حاجه هو شايفها مفيده. بالمناسبه دي طبيعه علاقتنا، يعني ده الدور اللي احب اقوم بيه واللي بحاول اقوم بيه تجاه صحابي، وده الدور اللي لما بتلقاه بحس بامتنان حقيقي ان الدنيا فيها صديق يقول لك ابتدي اعمل كذا، يلا اعمل كذا، ما تطنش حاجه انت عايز تعملها. فالزن كان من الاسباب المهمه، الزن ودعم الاصدقاء. ولكن ده لا يتعارض مع اني بسبله بعد كل فيديو بعمله بتعب فيه قوي وما يجيبش اي فيوز. خصوصا الموضوع على يوتيوب صعب جدا، الفيوز بتبقى قليله وانت تعبت في الفيديو في الكرييشن وفي الايديتنج وعملت كل حاجه ممكنه، عملت كل حاجه ممكنه بالنسبه لك يعني، او تعبت لان الحاجات كلها جديده عليك. وبعد ما تعمله هو الالجوريزم ما عرضتوش غير على عدد قليل من البشر فما تشافش ببساطه شديده. فمبقاش عارف هل اشخصن الموضوع مع احمد نور صاحبي ولا هو ده العادي والمفروض اكمل. وبقول لنفسي ما علينا، مع الوقت دي مش غلطه احمد نور، هو غلطتي انا اللي سمعت كلامه. وان شاء الله مع الوقت الحاجات هتتشاف وهتفايرل وات تيكس تايم. يعني كل الحاجات بتاخد وقت، انت بس بتبني دلوقتي، انت مثلا في ليفل 0، مع الوقت هنتحرك مين عارف. المهم ان دي كانت اسبابي اللي عشانها فكرت اعمل كونتنت. لو بتشاركني في اي حاجه منهم تقدر تقول لي، لو عندك اسباب مختلفه برضه تقدر تشاركني، لو عندك حلول لحاجه من الحاجات اللي انا قلتها تقدر تبعتها لي او تقولها لي. وبس، ده موضوع النهارده.